طب اخواتي حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا جدعان. قسم قبل اي حاجه انتوا وحشتونا يا جدعان. 14 يوم غايب على القناه، انت متخيل؟ 14 يوم ما نزلتكش ولا فلتر ولا شرح ولا مجموعه فلاتر. انا عارف ان انتوا متشوقين لفلاتر النهارده، اللي هو بطريقه اللي انت عايز تنزل تحملهم دلوقتي. الاول اقول لكم مين اللي كان يعني مخليني غايب الفتره دي كلها، لان بجد كان غصب عني. انا جيت يا جدعان انزل لكم ال 900 فلتر. طبعا انا قلت لكم هنا في 900 فلتر ننزلهم بكره، وصورت الفيديو والدنيا تمام. بص 10 على 10. جاي بقى انزل الفيديو تاني يوم لقيته اخد انذار يا جدعان ان الفيديو عليه حقوق طبع ونشر. طب حقوق طبع ونشر ازاي وانا الفيديو بتاعي والتصوير بتاعي والفلاتر بتاعتي وكل حاجه بتاعتي؟ والله العظيم ما اعرف. كل ده يعني الحمد لله لعله خير، يعني انا الحمد لله لعله خير. فده اللي كان موقفني. فانا كده في انذارين على القناه يا جدعان، فربنا يستر وما يجيش انذار ثالث، عشان القناه لو اتقفلت انا بجد ما عادش عارف اكمل ولا اعمل ايه. لان انت متخيل قناه 150,000 تتقفل في غمضه عين؟ انا بجد مش عارف اعمل ايه. فاعمل لايك للفيديو ده وشيروه يوصل لناس كتير، وقول لي اي كلمه حلوه بقى في التعليقات اللي انت تشجعني انزل لكم شروحات الفتره اللي جايه. وادعي يا صاحبي في الكومنتات القناه ما تتقفلش على شروحات، يعني ناس كتير هتستفاد منها والله. ربنا يسترها والله العظيم لعله خير. فصاحبي الفيديو النهارده اعلمك ازاي تضيف 50 فلتر جامدين جدا. كل اللي انا عايزه منك عشان ما تطولش في المقدمه، لو انت جديد هتشترك في القناه وتعمل لايك وتتابع معايا الشرح كامل عشان تعرف الباسورد بتاع الفلاتر وتعرف ازاي تضيف الفلاتر. ويلا بينا على الشرح. في بداية الفيديو كده يا اخواتي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم يا جدعان انا ما كانش ليا نفس خالص ان انا انزل فيديوهات تاني على اليوتيوب نهائي، والله العظيم بجد. بس بجد لما لقيت ناس كتير اوي كلمتني على الانستا وناس كتير اوي دخلت لي اللي عايزاني اكمل وانزل فلاتر وكده، يعني ما قدرتش اوقف وكده، لان يعني انا حاسس ان انا المميز. في ناس كتير اوي بتنزل فلاتر، بس انا حاسس انا المميز وانا اللي يعني بفيد ناس كتير، الحمد لله ده كله بفضل ربنا. فانا ان شاء الله مكمل يا جدعان، بس عايز الاقي دعم على الفيديو دوت. اللي انت لو لسه ما عملتش لايك تعمل لايك وتشترك في القناه. وكل اللي انا عايزه منك يا صاحبي تكمل معايا الفيديو كامل عشان تعرف الباسورد. الفيديو اللي قدامك اللي انت شايفه 8 دقايق دوت متعوب عليه من تصوير ومونتاج وعملان فلاتر. فانت ال 8 دقايق بجد مش كتير، والله العظيم يا جدعان مش كتير. فكل اللي انا عايزه منك يا صاحبي هتحمل برنامج RER دوت وبرنامج اللايت روم. وطبعا لو البرامج دي مش موجوده معاك هتلاقيها في الوصف. يعني انت مش هتخرج من فيديو النهارده غير وانت عارف ازاي تضيف الفلاتر. طيب اول حاجه نعملها يا صاحبي هندخل على اللايت روم كده عشان نتاكد ان انا معيش اي فلاتر على البرنامج. طبعا يا صاحبي لو دخلنا على ال 50 فلتر دول كده ودخلنا على اي صوره دول عشان اوريك بس ان انا معيش اي فلاتر، وضغطنا على كلمه بريسيت زي ما انت شايف كده يا صاحبي مفيش اي فلاتر على البرنامج. طيب يلا بينا نضيف الفلاتر دي خطوه بخطوه. اول حاجه تعملها يا صاحبي الشرح ده للاندرويد مش للايفون. لو انت ايفون هتلاقي علامه الاي فوق الشرح. طيب كل عليك هتدخل على برنامج RER. طبعا البرنامج ده موجود على متجر بلاي برضو. وبعدين هتدخل على الداونلود اللي هو التحميلات بتاعه الموبايل بتاعك. هيكون انا سايب لك يا صاحبي اللي هو ال 50 فلتر دول اهو، عوده ب 50 فلتر لايت روم. هتلاقي اللينك بتاعهم في الوصف او في اول تعليق. كل عليك هتضغط عليهم ضغطه مطوله بالشكل ده كده، وتضغط على السهم اللي باصص لفوق وتضغط على كلمه موافق. طبعا هيطلب منك الباسورد. انا قلت لك في بدايه الفيديو الباسورد ده بقوله بصوتي وانا بشرح رقمين في رقمين. هكتب دلوقتي الباسورد زي ما انت شايف كده يا صاحبي. بعد ما كتبت الباسورد فك معايا الضغط والدنيا تمام. كل اللي عليك هتخرج من البرنامج ده خلاص ما عادش محتاجينه، وهتحمل مدير الملفات ده. هتقول لي طب انا معايا مدير الملفات بتاع التليفون احمل ده ليه؟ لازم يا صاحبي تحمل مدير الملفات ده عشان ده اللي هيظهر معاك ملف الداتا. لو انت اندرويد 13 او 12 او 11 هتلاقي ملف الداتا ما بيظهرش عندك. فاعمل اللي انا بقول عليه عشان ما تجيليش انستا تقول لي يعني الطريقه مش شغاله او الملف الداتا مش ظاهر. فنزل البرامج اللي انا بستخدمها واعمل معايا. كل عليك بعد ما تنزل البرنامج ده وتوافق على الصلاحيات قبل اي حاجه، والباسورد معانا من الفلاتر دي هيكون 40. كل اللي عليك يا صاحبي هتدخل على التخزين الرئيسي، وبعدين هتدخل على الداونلود، وبعدين هتلاقي معاك اهوت عوده بافضل 50 فلتر لايت روم. هتدخل عليهم بالشكل ده كده. كل اللي عليك هتفضل ضاغط على واحد ضغطه مطوله اللي انت هتفضل ضاغط عليه، وبعدين تعمل تحديد الكل اللي هي العلامه اللي فوق اهوت، وتضغط على كلمه نسخ. تمام. ركز معايا بقى نضيف الفلاتر فين عشان يعني الناس كلها بتتلخبط هنا. كل عليك هتبدا تخرج عادي اهوت لحد ما توصل هنا يا صاحبي عند ملفات التليفون كلها، وبعدين هتدخل على ملف الاندرويد اهوت. ومن الاندرويد للداتا زي ما انتم شايفين انا اندرويد 12 وملف الداتا ظاهر معايا مفيش اي مشاكل. وبعد كده هتدخل على اللايت روم موبايل، وبعد كده هتدخل على كلمه فايل الكلمه دي، وبعدين الزرارات كتير بروفايلز ستينج يوزر ستايل. اول ما توصل هنا يا صاحبي اعرف اللي انت ماشي معايا تمام، وان شاء الله كده الفلاتر هتضاف معاك. ما تنساش بقى تضغط على كلمه لاسك بالشكل ده كده عشان الفلاتر تبدا تضاف معاك. يا ريت يا صاحبي لو وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتش لايك اتاكد ان انت عملت لايك للفيديو. طيب كل علينا نخرج
طبعا لو دخلت على اللايت روم مش هنلاقي الفلاتر، لازم تخرج منه اهوت، تاكد ان انت كنت خارج منه كده، وبعدين هتبدا تدخل على اللايت روم من تاني. تمام كده يا اخواتي؟ تمام. طبعا يا رجاله زي ما انتم شايفين كده انا عندي فلاتر لايت روم كتير جدا لسه ما نزلتش، فانا بفكرك كده لو انت ما اشتركتش في القناه اتاكد ان انت مشترك ومفعل الجرس، لان ان شاء الله الفتره اللي جايه انزل لكم شويه فلاتر ضرب نار. طيب كل اللي علينا ندخل على 50 فلتر بالشكل ده كده، وبعدين هنجيب الصوره دي عشان بقى نجرب الفلاتر بتاعتنا. كل اللي عليك يا صاحبي تضغط على كلمه بريسيت زي ما انت شايف كده يا صاحبي، تدخل على في اي بي. طبعا دي الفلاتر يا صاحبي، ده اول فلتر وده تاني فلتر وده تالت فلتر. يا جدعان 50 فلتر اي ام جمدان، اي ام يعني احمد محمد اخواتي. بص الفلتر عامل ازاي. وطبعا لو جربنا على صورة تانية، يعني في ناس بتقول مش كل الصور، طيب صورة تانية اهيت. كل اللي علينا نضغط على كلمة بريسيت ونجرب اول فلتر تاني فلتر تالت فلتر. بص يا صاحبي الفلتر رقم 24 ده هيمشي عندك على صور كتير قوي. وطبعا اخواتي تاني باسورد معايا هيكون 90. بكده انا قلت لك اول باسورد وتاني باسورد. هنجرب بقى الفلاتر على اخر صورة تانية، عايزين صورة ما يكونش فيها مثلا زي الصورة دي كده مثلا، تمام، تكون مختلفة شوية. هتضغط يا صاحبي على كلمة بريسيت، هتلاقيها جايبة معاك، بص هتلاقيها جايبة معاك هنا اهو، وتضغط على اخر واحدة وبعدين تضغط على في اي بي، هتلاقي الفلاتر اول فلتر تاني فلتر. من جمدان الفلاتر انت تختار فلاتر ايه، يعني بجد من جمدان الفلاتر انت تختار انهم فلتر من دول على صورك اهو. انت جرب معايا، انت قول رايك في التعليقات. يعني انا مش هغيب الفتره دي كلها وارجع لك بفلاتر مش هتعجبك ومش احسن حاجه، لا طبعا. زي ما انت شايف كده يا صاحبي الفلاتر جامده جدا اهو. وكده وصلنا لنهايه شرحنا النهارده، وعلمتك في فيديو النهارده ازاي تضيف 50 فلتر لايت روم جمدان. ويا ريت يا صاحبي، يا ريت يعني لو ما سمحتش المقدمه ارجع اسمعها تاني، لان يعني انا قلت كل حاجه في المقدمه، كنت غايب ليه والمشاكل اللي حصلت معايا والمشاكل اللي على القناه، فبجد ربنا يسترها. طيب بص يا رجاله نجرب على الصوره دي كده عشان كنت ناوي ان انا اجرب عليها. ادي اول فلتر يا صاحبي، تاني فلتر انت لو جربت على الصور عندك يا صاحبي، بص لو جربت على الصور كلها هتلاقي الفلاتر جمدان. ادي الفلتر اللي بعده، الفلتر ده كمان 27. عايزين نجيب الفلاتر اللي تحت. ده فلتر رقم 50 وده فلتر رقم 49 وده فلتر رقم 48 ورقم 47 ورقم 44. طبعا يا صاحبي انت بص انا عاملهم لك اصلا بالارقام عشان ما تقولش الشرح اكتر من كده، وانا مش عايز اجرب، يعني انا بص عندي استعداد ان انا اجرب على الصور كلها وتلاقي الفلاتر ماشيه عليها، بس انا مش عايز اطول الفيديو بتاع النهارده. فيا صاحبي انا الباسورد قلت بصوتي وانا بشرح رقمين برقمين، رقمين في رقمين، فانت لو ما سمعتش الباسورد ارجع اسمع الشرح تاني وهتعرف الباسورد. متنساش بقى تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.